صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين على اغلى حبوبات قلبي. اليوم رايحين نديرو مع بعضنا البراج ولا المبرجة. احنا في المنطقة نتاعنا نسميوها المبرجة. عن بالي بلي راني بزاف روطار، معليش انا يعني درتها، حبيت نعاودها ونبارطاجيها مع حبوباتي. ايا قلت روح نجيب البورطابل تاعي ونبدا نصور معاكم باش نستفادوا من بعضنا. ان شاء الله نتمنى من قلبي هذه الوصفه تعجبكم. نبداو على بركه الله ونروح نشوفوا مع بعضنا المقادير. بسم الله. كما راكم تشوفوا صبحت مع الصباح، جبت لكم القصعه ما شاء الله وحطيتها وقلت هيا نبدا مع حبوبات قلبي نصوروا. كما راكم تشوفوا هنا عندي السميد، يكون سميد متوسط اللي نخدموا به المقروط، وعندي هنايا القشور تاع البرتقال، وعندي ملعقه ما تكونش كبيره ما تكونش صغيره، تكون متوسطه تاع ملح باش ما تجيناش مسوسه، وعندي كاس عصير البرتقال يعطيها يعني واحد البنه. ما عندي ما نقولكم، هذه يعني المبرجه على طريقتي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. راح نجيب هذاك السميد نتاعي ونكيل به. انا كيلت بهذا الطبسي، درت يعني قرصان متوسطه ماهيش كبيره بزاف. نكيل 5 كيلات تاع سميد. هذه كيله الاخرى ما كيلتهاش معمره. الكيله الاخرى راح نزيد تقريبا في كل كيله راح نزيد لها مغرف فارينه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نكمل ندير الملح ونزيد ندير هذو قشور البرتقال. قشور البرتقال يعطيو لها واحد البنه ما عندي ما نقولكم. ان شاء الله تجربوها بالقشور تاع البرتقال وتردوا لي الخبر ان شاء الله في التعليقات. كما شفتوني زدت في كل كيله زدت مغرف كبيره تاع فارينه. نخلط السميد نتاعي والفارينه والقشور تاع البرتقال، نخلطهم مليح مع بعضهم، ونروح نجيب السمن نتاعي اللي كنت ذوبته وخليته برد، وخليت هذاك الصباع راح نكملو الزيت. هنا ما تعمرت ليش الكيله، نروح نزيد نكملها بالسمن كما راكم تشوفوا فيا. ان شاء الله تكونوا البنات فهمتوني. من بعد ما كنت فرغت هذاك السمن راح دوكا نبدا نبسس في السميد نتاعي. وهذا المرحله بزاف مهمه باش تنجح لكم المبرجه نتاعكم وتجيكم مبسه مليح وتجيكم الطريه وتذوب في الفم. لازم نستعملوا هذا الحركه ونبسوا مليح الدقيق. كما راكم تشوفوا راني نعقب فيه بين يديا ونحك فيه في نفس الوقت. هذا الطريقه تخدميها تقريبا واحد 20 دقيقه. كل ما خدمتي المبرجه نتاعك بهذه الطريقه كل ما جاتك هايله كما نقولوا تجي روعه. من بعد ما كنت بسستها مليح كما راكم تشوفوا، هذه هي الطريقه اللي تعرفوا بها المبرجه عفوا نتاعكم باللي راهي مبسه وراهي يعني واجده. من بعد ما كنت انا كملت بسستها وخليتها ريحت واحد ربع ساعه. كل ما خليتيها ريحت يعني كل ما جات خير وخير. نقسم العجينه على زوج، نحط العجينه الاولى نحطها من هيه ونبدا دوكا نشمخ في العجينه نتاعي. انا هنا درت كيله ماء وزدت عليها هذاك الكاس تاع البرتقال. انا هاد الطريقه نتاعي اللي نستعملها ولا ندير بها المبرجه تاعي. هذاك البرتقال يعطيها واحد البنه ما عندي ما نقولكم، يعني تجي بنينه بزاف. انا يعني كثرت عليكم الهضره، معليش لازم نهضر لكم ولازم نشرح لكم الطريقه. من بعد ما كنت عجنتها عادي كيما نعجنوا الكسره، ما ندخلوش فيها يدنا بزاف باش ما يروح لهاش هذاك التبسات. نروح نجيب انا هذا القطعه تاع النيلو. انا هذا القطعه مخليتها يعني نستعملها دائما المبرجه باش نقلبها وتجيني سهله.
كما راكم تشوفوا حطيت الطبقه الاولى تاع العجين، وجبت الغرس نتاعي اللي كنت نقيته مليح مليح وعجنته ودلكته مليح باش يجيني يعني ذايب. حطيته قصته لا جاني قد مع العجينه. كما راكم تشوفوا راه جا قد ندخلو مليح في هذيك العجينه. كما راكم تشوفوا نتك عليه باش يلصق. من بعد كي نعجن حلف العجينه يمشيو لي مع بعضهم، يمشيو يعني كيف مع بعضهم. نزيد نحط الطبقه الثالثه تاع العجين كيف نكون عجنتها كيما العجينه الاولى، ما نديروهاش جاريه ما نديروهاش يابسه، تكون متوسطه في العجين. نحطها ونمشيها مليح بيدي. ان شاء الله يعني الطريقه راهي باينه، وان شاء الله تكونوا فهمتوني. انا سرعت لكم شويه الفيديو باش تفهموا، وفي نفس الوقت ما يجيكمش الفيديو بزاف طويل. نمشيها مليح بيديا، ومن بعد ما نمشيها شويه بيديا نقرصها بيديا كما نقولوا حنايا. نروح نجيب الحلاله ونبدا نحل فيها من كل جهه باه يمشي لي الغرس كيف ما يمشي ليش من جهه ومن جهه يقعد خشين. كما راكم تشوفوا يعني طريقه سهله ماهيش واعره بزاف. هنا بعد ما كنت حليت المبرجه تاعي، هذه القرصه سمحوا لي هنا راني من ذاك مبان على هذيك، راني نقص شويه في الفيديو هكذا من كل جهه. نمشيو شويه باش العجينه نتاعنا تمشي كيف والغرس ثاني يمشي لنا كيف ويجيونا كامل كيف في المستوى. ما يجيناش يعني الغرس اكثر من الدقيق ولا الدقيق اكثر من الغرس. نروح نجيب المول اللي راح نقطع به. انا ما قطعتش به مي بينت برك الحبات باه يجوني كامل كيف ويجوني كامل قد بعضهم. نروح نجيب الموس ونبدا نقطع في الحبات نتاعي. هنا انا استعملت الموس هذاك اللي نقطعوا به لي تارت مي ما ساعدنيش، وليت رحت جبت الموس الكبير وبديت نقطع به. كما راكم تشوفوا حبوبات قلبي. بعد ما نحيت هذوك الحواشي نبدا نسقم في ذوك الحبات تاع المبرجه. جات ما شاء الله، وكما راكم تشوفوا جا الغرس يعني قد هو، والدقيق ما جانيش يعني خشين. عفوا البنات سمحولي. نروح نحط الطاجين نتاعي ولا المقله نتاع الكريبير، نحطها تحمى فوق النار، والنار ما تكونش قاويه باه هذيك المبرجه تاعكم تطيب لكم حميمه كما راكم تشوفوا في تاعي. راني نتاعي زعما معليش البنات. نقلبها كما راكم تشوفوا. بعد ما كان طابت لي من تحتها ما تكثروش عليها التحريك، خليوها طيب بعقلها. هذه هي الحبه اللي طابت لي، راح دوكا نحطها تبرد. يعني طابت ما شاء الله، جات حمراء جات تشهي. نكمل نطيب الحبات كامل مع بعضهم. هنا من الاحسن البنات ما تقويوش للنار باش المبرجه تاعكم تطيب لكم من الداخل وما تغصبكمش. راه واحد النهار ما عندي ما نقول لكم، راه النهار يسخف تاع خرجه مي كما تعرفوا رانا في الحجر الصحي، رانا ضايقه روحنا، رانا بغينا نطردقو مي معليش صحتنا بجل. بعد ما كانت وجدت حبوبات قلبي المبرجه كما راكم تشوفوا طابت حمراء وطابت يعني ما شاء الله ما عندي ما نقول لكم، جات تشهي. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. راهي وحده الريحه في الدار راهي تسخف. معليش حبوبات قلبي. هذه هي المبرجه نتاعنا بعد ما كانت طابت، وحطيتها لكم في طبق التقديم، وحطيت لكم هذوك الوردات. ان شاء الله ربي يزهي يماتكم، وان شاء الله يروح علينا هذا الوباء يا ربي ان شاء الله، ونصوموا ان شاء الله رمضان في صحه
ومتهنين. ادعيوا البنات ان شاء الله ما يجي يلحق علينا رمضان غير راح علينا هذا الوباء وهذا البلاء، ونصوموا ان شاء الله رمضان متهنين. هذه هي حبوبات قلبي المبرجة اللي كنت حطيتها معاكم وطيبتها معاكم كما شفتوا. ان شاء الله الطريقة نتاعي تنال اعجابكم وتجربوها. نخليكم تشوفوا شوية تصاور كيفاه جاتنا الغرس، يعني جا سوا مع الدقيق، ما جاتش خشينه، جات مليحه. نوري لكم دوكا كيفاه جاتنا، نحل لكم حبه تشوفوها. جات يعني طريه 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 طريه، ما عندي ما نقول لكم، وتذوب في الفم. وهذاك الغرس ما عندي ما نقول لكم، جات طري ما شاء الله. يعني دلكته مليح بالزيت ودرتلو شويه ما زهر. شوفوا كيفاه جات، راهي تتفتفت، يعني جات ما شاء الله، جات روعه. راني نشكر في روحي. الى هنا حبوبات قلبي، ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في وصفه جديده. سلام.